الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فمن هو المتشدد؟ قال العلامة مقبل الوادعي رحمه الله: التشدد هو أن يحرم على الناس شيئا ما حرمه الله، ويوجب على الناس شيئا ما أوجبه الله. أما التمسك بالدين فلا يعد تشددا. هناك من يقول إذا قلت له أطلق اللحية يقول لك أنت متشدد، أنا أنقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا له لا تأكل الربا يقول يا شيخ إيش أفعل؟ هذا كلام الله. هذا هو الدين. الدين هو أن تتمسك بدينك، والتمسك بالدين لا يعد تشددا. فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، لأن الدين يسير جدا ويريد مصلحتك في الدنيا والآخرة. الدين هو كله مصالح لك. ولو تعد الحلال والحرام لوجدت الحلال هو أكثر حياتك، والحرام قليل، والمنهي عنه قليل. وهذا اختبار لك أيها المسلم، فلا تتهم بالتشدد أو إن الدين متشدد. والله أعلم.